السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال ديالكم. اليوم بغيت نشارك معكم واحد التحليه دغيا كتوجد وراه كتجي زوينه. بغيتو تخليوها للسحور، بغيتو تخليوها للجلسات ديالكم. صافي هنايا خديت كاس ديال الحليب عامر يكون بارد مزيان، زدت معاه الساشي ديال الكريم شونتي. هنايا بالنسبه ليا انا ما بغيت نكهو بحتى شي حاجه، بغيت نحافظ على المذاق ديالو الاصلي. نتوما بغيتو تنكهو فيمكن لكم الاختيار، ديروا ديسير ديال الفلون، ديروا دانية شوكولا، يعني كيبقى لكم الاختيار. يعني اي تنكيهه بغيتو ديروها، بغيتو ديروا فيها اللوز، يعني بودره ديال اللوز، بغيتو ديروا اي حاجه. صافي هنايا خديت الكاطو ديال ماريا او بوتي، يعني اي نوعيه كتفضلوها. خديت الحليب وبقيت كنغطسو في الحليب هكذا حتى كندير تبقى لي مزيانه من الكاطو. كنبقى هكذا دوك البلايص اللي ما فيهمش، فراه البلايص هكا اللي كيبانوا لي خاويين، فكنقسم ديك الحبه ديالي وكنديرها في الحليب وكنديرها هكا باش كنسد تبقى كلها كنعمر، يعني خاصها تكون تبقى لي مزيانه من الكاطو. صافي هنايا غادي ناخذ نصف الكميه ديال الكريمه ديالي، فغادي نديرها هنايا كتبقى، يعني كيف ما كتلاحظوا معايا خديت غير نصف الكميه. صافي هنا قسمتها على جوج. من بعد خديت انايا شويه ديال اللوز اللي حمرته وهرمشته، وغادي نديرو ما بين الطبقات ديالي، لانه كيعطي واحد التقرميشه وكيعطي واحد اللذه، كيزيد لهاد الديسير ديالنا لذه على لذه. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا، فغادي ندير واحد الرشيشه اللي ما غنكثرش، غادي نديرها غير خفيفه. وغادي نبدا بالطبقه الثانيه ديالي كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. فانا بديت هنايا بالطبقه الثانيه ديال الكاطو، فكنبقى على نفس الطريقه اللي درت بها الطبقه الاولى كندير بها الطبقه الثانيه كيف ما كتلاحظوا. فكنغطسوهم ضروري ما يتغطسوا في الحليب مزيان مزيان. عاد كنحطوهم فوق نحطوه في المول اللي غادي نخدمو به. بالنسبه ليا انا هنايا هاد المول ديالي راه كبير، فاخده لي 2 علب من داك البسكوي، يعني على حساب المول اللي غتخدموا فيه. يعني ما جاتنيش عاليه بزاف، يعني في التالي ديال لا فيديو فراني نقطع معكم الكاطو ديالي كيفاش جا، وغتشوفوا يعني السمك ديالو راه ما جاش عالي بزاف. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا، فغادي نبقى على نفس الطريقه حتى كنسالي داك الكميه كلها اللي عندي كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. بالنسبة اللي بغيتي، يعني كنتي ضفتي دانة شوكولا للكريمة ديالك، بغيتي يعني كيعجبك الشوكولا، بغيتي يعني تعزي ديك النكهة ديال الشوكولا، فيمكن لك انك ديري بودرة ديال الشوكولا في الحليب ديالك، يعني وكتديري حليب بالشكلاط وكتبقاي ديريه. يعني هكذا بالنسبة لعشاق الشوكولا اللي كيبغي يدير الشوكولا. فانا بالنسبة ليا فاكتفيت يعني نخليهم في المذاقات الأصلية ديالهم. اللي كيبغي الكراميل يمكن له يضيف الكراميل، كل شخص يعني النكهة المفضلة ديالو. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا، فانا كملت داك الكاطو ديالي كله، تقريبا كملته كله كيف ما كتلاحظوا. وبقاو لي هكا ملي كيبقاو لي شي بلايص يعني اللي باينين، فانا كنقسم ديك الكاطويه وكنديرها في كنديرها هكذا في الجناب باش ما كيبقاليش يعني الفراغ بيناتهم. صافي كيف ما كتلاحظوا فخديت نصف الكميه الثانيه ديال الكريمه ديالي، فغادي نديرها فوق من داك الكاطو، فغنليسيها مزيان مزيان. كيف ما كتلاحظوا معايا يعني ديك العلبه فرحه كتكون كافيه بالنسبه لجوج علب من البسكوي. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا فكنحاولوا اننا نليسيوها مزيان مزيان، ومن بعد غادي نزينوها. كيبقى دائما التزيين على حساب الشخص، كل شخص وكيفاش كيبغي يزين، وعلى حسب المذاقات اللي استعملتي. يعني انا عطيتكم الوصفه الاساسيه، والمذاقات كتبقى لكم، يعني كل سيده والذوق ديالها غادي ديروا بالذوق ديالها. صافي هنايا خليت شويه من داك اللوز اللي كنت حمرت وهرمشت، فغادي نديرو هكذا مع الجناب، غادي نديرو هكذا يعني الجناب كلهم غنعمرهم بداك اللوز. وكانت عندي كاناش ديال الشوكولا، فانايا خديتها وذوبتها بماغي وخدمت بها. يعني بغيتي ديري كاناش ديال الشوكولا فيمكن لك انك ديري واحد 50، بغيتي ديرها هكا يعني تغطيها كلها. بالنسبه ليا كتاخدي واحد 50 غرام ديال الشوكولا اللي تكون نوعيه جيده، وديريها هكذا في شويه ديال الحليب او كريمه،
يعني ما كاينش فرق ملي كتبغي ديري كاناش يعني فوق دي كاطو بحال هكدا، ما كيكونش شي فرق اللي بزاف ما بين الكريمة والحليب. ملي كتبغي ديري في لي كاطو اللي بحال هادو يعني كتختلف النوعية ديال باش غنخدمو بالنسبة للكاطو كيفاش داير. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا، فأنايا ديك الوسط ديالها فبغيت نديرها هكدا بكاناش ديال الشوكولا. حتى غادي دابا نكمل الكاناش ديالي، يعني ما كانش عندي كمية اللي كبيرة بزاف كيف ما قلت لكم، فراه كانت متبقية لي يعني في الثلاجة يعني واستعملتها. يعني دائما كيبقاو متبقيين بحال هاد الاشياء فراه ما كنلوحهمش بطبيعة الحال، لانهم كيبقاونا في الثلاجة تقريبا واحد 15 يوم ولا راه ما كنلوحهمش، كنخليوهم من بعد وكنخدموا بهم. صافي كيف ما كتشوفوا معايا ساليت التزيين ديالي البسيط اللي درتو لهاد الديسير. من بعد انا نقطع معكم غادي ناخذ واحد الطريف كيف ما كتلاحظوا معايا، فراه صافي يعني انا ما خليتوش يعني على حساب التصوير، ما خليتوش يبقى يعني بزاف وقطعته، فراه جا زوين بزاف. من بعد في الليل فاش كليناه فراه كان صافي داك البسكويت صافي راه كان شارب داك الحليب كله، كان شاربو كان دايب غير كتحطي فيه هكذا المعلقة فراه كيمشي معاك كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. فغادي نهزو واحد الطريف، فراه كتجي رائعة، غير جربوها راه ما غتندموش عليها بتاتا. ونتلاقاو ان شاء الله في الوصفة القادمة. اللي ما دايرش ابوني خلي لي ابوني، واللي ما كيديرش لايك يدير لي لايك.